السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواني. وياكم عمران عبد القادر اسماعيل نعمان المازمي، وهاي هويتي. اخواني اليوم بغيت اتكلم وما ابغي اي شخص يمر التجربة اللي انا مريت عليها، وهي تعنيف الاسري وتعنيف اللي انا مر في حياتي. ما ابغي اي طفل يمر بهذه التجربة. وبدت يوم انا كنت صغير. امي وابوي يوم اتطلقوا يا اخواني، انا مثل ما تقول خلوني مثل الطفل حظ السيء. ابوي تميت فترة عند اهل ابوي، هم يعني كان في مشاكل بين العائلتين، العائلة عندهم مشاكل وهالعائلة عندهم مشاكل، ما يتكلمون بعض، وانا الضحية، الطفل هو الضحية. المهم اهل ابوي ربطوني بالسلاسل يا اخواني، والله العظيم ما انسى ولا يوم. دمي لين احنا محروق. الله ينتقم منكم يا اسماعيل، هو يدي اسماعيل، الله ينتقم منك. ويدتي اسمها ما ابغي اذكر اسمها، بس هي زوجة يدي ويدتي. ربطولي بالسلاسل، كنت انام في الحوي اسبوع اسبوعين، انام بس يعطوني مايك مثل ما تقول مثل الغنم. ايام فرعون ما كانوا يسوونها، والله الشاهد كانوا يسوونها فيني. مرت الايام يا اخواني، ربطولي بسلاسل، انام في الحوي كل يوم. ليله من الليالي انا شردت من البيت، صرت عند اهل امي. الفرق بين هالبيت لين هالبيت تقريبا 5 دقائق ولا 10 دقائق مشي، وانا عمري تقريبا 10 سنوات يا اخواني، 12 سنه، اتذكر التفاصيل. هربت انا هذاك البيت وانا فرحان، خلاص انا شردت من الجحيم اللي انا ساكن فيه. بس يا اخواني هربت من هالجحيم، رحت للجحيم اكثر من هذا الجحيم اللي انا كنت فيه. رحت هناك، خوالي من اهل ابوي 24 ساعه يضربوني بدون اي سبب. وامي اتزوجت وهي كانت تهتم من عن عيالها الجدد، يعني من الزوج اللي زوجته كان عندها ولدين، هي تهتم فيهم اكثر. ليش؟ لان الرجال هذاك يصرف عليهم. ابوي انا ما كان يصرف علي، ما يعطيني ولا درهم يا اخواني، يعني ما يعطيها بيزات ولا شيء. هي تقول كيف انت ماني اصرف عليك من بيزات ريدي هذاك يصرف، يلا انجلع. ما تعطيني ولا درهم يا اخواني. كنت انام في الصاله، في اوقات انام في الصاله، جو حار، تعرفون الجو الامارات كيف يا اخواني، تقريبا 40 50 حر. كنت انام تحت باب الغرفه يا اخواني، ايام هذاك الايام ما في الصاله ما في مكيف، كنت انام تحت شوف الباب فيه تقريبا خط طويل، تحط راسك تنام. الهواء البارد، كنت ادق الباب، امي افتحي الباب افتحي الباب افتحي الباب، ابغي اكل شيء ابغي اشرب شيء. تقفل علي الباب يا اخواني، مقفل الباب، وانا انام تحت هذا الهواء البارد يضرب. كنت انام عند الباب مثل ما تقول حيوان ليس انسان. مرت الايام كنت امرض. كنت يشتروا لي 7 اب في البيت، مريض وهذا، انام تحت الطاوله يبوا لي 7 اب كيك هاكل. الحمد لله يمكن الله انقذني في هذه المواقيت الصعبه. مرت الايام يا اخواني، وكنت اروح مرات المدرسه يا اخواني، ولا مره لحقت على الباص، يعني ما حد كان يصحيني، والله الشهد دوم امشي من هنا لين المدرسه تقريبا يكون ربع ساعه، دوم متاخر. اوصل المدرسه ما عندي بيزات حق المقصف، استحي امشي اطلب من حد ولا شيء. اصير اشوف واحد ما كمل سندويشته اخذه من الزباله، عزكم الله، والله الشاهد والله العظيم كنت اخذ من الزباله اكل. اوكي. مره ربيعي قال له اعطيتني نص من السندويش او شيء. المهم تبهدلت، والدراسه يعني ما فلحت فيها، ما عندي حد. ابوي مو وياي، لا امي وياي، لا اخوالي، لا ما حد علمني. مرت الايام يا اخواني، كان في يسمونه معهد في ابو ظبي. المهم طلعت من البيت، رحت المعهد هناك يوفروا لك يا اخواني، عمري 15 يوفروا لك اكل، وتقريبا معاش 1050 ولا 2000 درهم، بس تتم في المعهد ما ترجع البيت، تقدر ترجع خميس والجمعه. وانا كنت ابغي افتك من هالجحيم اللي كنت عايش فيه، لان مرات خالي يعذبني، وخالي الثاني اسمه ابو جاسم، انا ما بستحي اني بتكلم، هو مغتصبني وانا صغير، انا اتذكر التفاصيل والله الشاهد. هو كان، ولين اليوم هذا الخال اخوان الله لا يسامح، سود الله وجهك، لين الحين ينام مع عيال خالتي، يمكن على عمتي ولا
ولد ابو عبد الله، ولد هذا ولد هذا، الله لا يسامحه. شاذ. وانا ما بغيت اتكلم وين اتكلم عن منو ويصير منه، يعني ما في جرأة، لان ما حد وياي، لا اهلي وياي، لا هذا، لا عندي ابو، لا عندي ام. المهم اخواني وصلنا لين هناك. كنت انام في المعهد. كنت انام في المعهد 3 سنوات. تخرجت خلاص لازم ارجع البيت الحين. المهم قدمت قبلوني في الشرطة. داوم في الشرطة. فالتمرين دورة عسكرية خلصتها. الحين ابغي سيارة اسير المركز وارجع. السيارة خالق اخذ السيارة. انا بسير الدورة وفي السيارة موجودة بعطيك. يوم صار الدورة ما اعطاني السيارة يعني. المهم خذيت السيارة عشان اروح الدوام. اكبر غلطة في حياتي سويتها. خذيت سيارة خالي. هي خالك لازم يكون سندك من بعد ابوك. الرجال مشتكي عليه، هو وخاله الثاني سايرين مشتكين عليه. الرجال ماخذ السيارة بدون اذنه، سارق السيارة، سجنوه. مني منك. الضابط يقول كيف اهلك يشتكون عليك يا اخي؟ يشلون القضية. انت في دبي بس القضية في الشارجة. خليه يشلونها. ما شلوا القضية يا اخواني. وجوازي عشان اكفل عمري ما يبغوا جوازي حتى. تميت. غرموني 2000 درهم. مالي وي ارجع عند اهلي، مالي وي ارجع لمركز الشرطة اللي اداوم فيه. بعد هالشكوى هاي دمروا حياتي. بعد هالشكوى يا اخواني اللي دفع الغرامة عني كان عندي يعني مثل ما تقول راتب، اخر راتب اللي نزلوا لي. دفعت الغرامة وطلعت. ما رجعت للشرطة، لا رجعت عند اهل ابوي ولا عند اهل امي. تميت مثل ما تقول في الشوارع. اللي وقف وياي والله شخص اذكر اسمه بعد، اجنبي باكستاني. كنت انام عليه سنين. كنت انام عنده سنين. قبل لا انام عنده سنين رحت شؤون الاجتماعية في الشارجة. خدمات اجتماعية يسمونه سوشيال سيرفيس بالانجليزي، بس هو خدمات اجتماعية كمسمى بس بورد. يعني هم حاطين نحن خدمات اجتماعية. تعالوا عندك اي يعني مشكلة مع اهلك، عندك محتاج وظيفة مثل ما يقول توطين، هذا كله مسمى. والله الشاهد اني اسير كل يوم حر. اسير عندهم ابغي كذا، ابوي طردني، ابغي سكن، طار، اعطوني اي شيء يا اخواني، اعطوني. انا مواطن جواز جنسية، اعطوني اي شيء بس عشان انام اكل اشرب. ما في. تصرف ابوي الرجال هالولد انا ما اعرفه وهو صغير متبري منه. اوكي. شو الاجتماعية سكروا الباب. نحن ما نقدر نسوي شيء، شكرا لك، توكل. اللي يصرف عليه باكستاني. صح عندي شو عائلة كبيرة يا اخواني بس قلوبهم صغيرة، قلوبهم سوداء. وهذا الشخص الفقير باكستاني قلبه كبير. كنت انام عنده والله الشاهد. كمسلم كنت انام عنده واكل. مرات اوقات يعني كنت ابغي اقدم وظيفة اسير هناك، اسير عند اجانب اترجاهم كتسهيل. دوام كان فيه يسمونه تسهيل. في اماكن ثانية كنت اسير بنفسي اودي السي في تسهيل. يقبلونك. تميت تقريبا كم من شهر. بس نحن خلاص نستغني عن خدماتك. الاجنبي المدير انا ما يخصني وخلاص يعني. بس نحن بفترة معينة كنا نبغي اشخاص، ولا الفترة الثانية ما في دوام دائم في الدوائر الخاصة. ما في دوام دائم. ما كانوا يعطوني. ورحت المحاكم وصرت عشان ابغي اخذ. كل شخص يبغي حقه اكيد في الدنيا. ان ينزل 1000 درهم 2000 درهم ابغي من حقي من ابوي. صح انت متبري مني بس عطني حقي يا اخوي. ما تبغاني اسير صوب بيتك تشوف هناك اوكي مشاكل عائله صار لك الطلاق بينك، هذا قضاء والله وقدره. ليش انت تظلمني انا؟ وليش هلاك يعذبوني انا؟ شو ذنبي؟ وانا اليوم بغيت اتكلم ابغي حقي منك يا ابوي. والله الله ينتقم منك من كل شيء سويته في حياتي. وانا الحين مهاجر من الامارات بسبتك انت ومن سبة عائلتي. والله الشاهد انا اتمنى اكون في الامارات، اتمنى اكون في بلادي. اكيد كل شخص يبغي يتمنى يكون في بلاده، يداوم، يتزوج هناك، يستقر. بس انا متدمر. ليش سويت شيء في حياتي انا؟ كله عشان فلوس، كله عشان هذا. الرجال ما يداومه كيف؟ الله كريم. ابغي حقي منك. كل درهم ما اعطيتني اياه وانا صغير. ليش تزوجت اذا بتفر عيالك؟ ليش تزوجت من البداية؟ ان شاء الله رسالة توصلك. وانا ابغي اسود وياك مثل ما سويت وياي.
عيالك تتزوج الحين وبعد متزوج. الله يهنيك في حياتك يا اخي، بس تزوج 1000 مرة ومليون مرة تزوج، بس يا اخي عيالك عطهم حقوقهم يا اخي. والله العظيم ما شعرت الا يوم انا بهذا الكاميرا انا ما رفعتها الا انا قلبي محروق. انا استحي اني اتكلم عن ابوي ولا عن امي، بالعكس اعذروني يا جماعه، انا استحي اني اتكلم عن ابوي ولا امي، بس والله العظيم اني ما شفت ولا خير بحياتي منهم ولا من حد. الناس الاجانب والاشياء الثانيين، في ناس مواطنين بعد دوم يشفقوا علي، في الامارات فيهم خير، في ناس فيهم خير هم وقفوا وياي، بس يعني والله العظيم ولا واحد وقف وياي. اني ما اصيح ولا اتدمع، انه فيني حرقه في قلبي من داخلي، حرقه. اي شخص، انا اتكلم الحين، اي شخص محروق من داخله واللي يواجه هذا الظلم اللي حصله، يا اخي لا تتم اتكلم يا اخي، نفسيتي تعبت، والله نفسيتي تعبت. لا حكومة واقفة وياك، لا الجواز يشتغل. كم يا اخي 29 سنة، والله الشاهد 29 سنة، بدخل 30 العينة خلاص، يعني اموت ولا ما اتكلم. يحطونا في الاخبار او ان نحن المواطنين اللي عايشين احلى عيشة، كل شيء في الاخبار قاصين على الشعب في الاخبار، كل يوم اعلانات في دبي، كل يوم شيء. نحن مسوين برج خليفة شيء جديد، المواطنين اعطيناهم بيت، اعطيناهم قروض، والمواطنين حصلوا سكن، في مواطنين سووا كذي، المواطنين مرتاحين يا اخي، يحسوا فيني يا اخي. اعطوني دواء، ما ابغي منكم شيء، اعطوني اكل اشرب واي دواء. اكيد ما ابغي اشوه صورة بلادي. انا لازم اتكلم في شيء الحسن، بس يعني انتوا اعطوني شيء عشان اتكلم عن شيء الحسن يا اخي، ما اعطيتوني شيء والله الشاهد يا اخي، متبهدل حالتي ما يعلم الا الله. والله العظيم انا ما هاجرت من البلاد اللي انا متدمر والله متدمر. الله لا يوفقكم لا دنيا ولا اخره.